حكمت المحكمة بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم محمد تامر سعيد حسن إلى مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام وحداد جلسة يوم 7/2/2006 لإيداع التقرير مع استمرار حبس المتهم تلك الجلسة. اللي شفتي دابا كان فيديو ديال لحظة سماء وشيماء، البنت اللي تكلمت عليها في القصة اللي داز. القرار ديال المحكمة ديال جنايات الزقازيق، القاضي عطى الأوراق محنك المتهم في قضية ديال شيماء لفضيلة المفتي. الواقعة اللي وقعت كانت في أرض فلاحية داخل مدينة بلبيس، وبالضبط نهار 17/12/2025. وباختصار شيماء البنوتي الزوينة اللي كتبان قدامك دابا في الشاشة رجعت من الخدمة ومشات تسخر الأم ديالها وتجيب لها شي طلبات من الحانوت. محمد اللي كتشوفوه دابا ولا عنده 25 عام تصل شيماء في ديك الأرض الفلاحية. ما كفاش غير تعدى عليها، بالعكس حاول حتى تقبلها عليها باش ما تشوفوش وما تشهدش ليه. واللي كيعصو أكثر هو أنه وقت المحاكمة محمد طلب من القاضي أنه يتزوج بشيماء، شيماء اللي مازال صغيرة طلب يتزوج منها بحال أنه كيقول راسو ندير أي حاجة المهم نخرج من هذه القضية بخير وعلى خير. ولكن اللي عجبني بالضبط هو المرافعة ديال النيابة العامة اللي كانت بحال تهديد حقيقي لذاك المتهم، كيف ما غتشوفوا دابا في هذا الفيديو. لا ترفع عينيك، فليس في القاعة ما يستحق منك نظرة، بل لأنك اخترت وتخيرت أن تكون مجرما، فاخترت ضعفا لا ندا، اخترت جسدا صغيرا تعلم يقينا أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه. ومن بعد هذا الشيء المحكمة ديال جنايات الزقازيق ومن ثاني جلسة قررت صيفة الأوراق ديال محمد المتهم في هذه القضية لفضيلة المفتي باش يعطي الرأي الشرعي ديالو في تنفيذ الحكم الإعدام، وتحددت الجلسة نهار 7 فبراير بالنك والحكم. إلا وصلتي لهذا الجزء، واش كتظن أن الحق ديال شيماء رجع ليها؟ وفي نظركم الحكم بحال هذا يقدر يكون رادع لأي واحد يفكر يدير بحال هذه الجريمة؟ وشنو هي رسالتك لشيماء والأم ديالها من بعد هذا الحكم؟ تهلاوني في ريوسكم وخلوني الآراء ديالكم في التعاليق. السلام عليكم.